الأهلي يترقب تعثر بيراميدز أمام سيراميكا للحفاظ على آماله في الدوري. بيراميدز يقدم شكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي. ياستورب يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز على الفوز وترك حسابات الدوري. تريزيجيه يحاول اللحاق بمباراة إنبي رغم إصابة الركبة. إنبي ينفي وجود مكافآت أو تحفيز ضد الأهلي ويؤكد الحيادية. إنبي يجهز بودي سمير وكهربا لمواجهة الأهلي بعد الإصابات. إيقاف أقطاي عبد الله أمام الأهلي بسبب تراكم الإنذارات. جاهزية زيزو لمباراة إنبي وعدم وجود إصابة مؤثرة. عودة ياسر إبراهيم لتدريبات الأهلي بعد التعافي. يوسف بالعمري يعود للتدريبات الجماعية بعد الشفاء. الأهلي يؤكد رغبته في تجديد عقد الشحات وكوكا قريبا. تقارير تشير لاتفاق حسين الشحات مع نادي ليبي. لاعبو الزمالك يتعهدون بالفوز في المباراتين القادمتين للمنافسة على الدوري. إشادة الصفاقسي بالتونسي علي معلول بعد تألقه. اتجاه داخل الأهلي لتعيين محمد شوقي مدربا عاما مع مدرب أجنبي محتمل. تحفظات على انضمام أحمد فتحي للجهاز الفني. بيراميدز يفاوض إنبي لضم ثلاثي الفريق حامد عبد الله علي محمود أقطاي. الثلاثي يفضلون انتظار عرض الأهلي. أشرف بن شرقي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة. الأهلي يترقب 1.5 مليون يورو من برشلونة مقابل بيع حمزة عبد الكريم. صعوبة تعديل نظام دوري أبطال أفريقيا بسبب ازدحام الأجندة. غيابات مؤثرة في سموحة قبل مواجهة الزمالك. الزمالك يحذر لاعبيه من الإنذارات قبل مباراة سيراميكا. توقيع عقوبة مالية على عبد الله السعيد بعد اعتراضه. اهتمام أندية إماراتية بضم خوان. بزيرة لاعب الزمالك. عودة محمود صابر لبيراميدز بعد انتهاء إعارته لزد. أسامة حسني ينفي إساءة من حساب منسوب لابنته. الزمالك ينعي الفنان هاني شاكر. اتحاد الكرة يطلب حضور جماهيري كامل لمباراة المنتخب أمام روسيا. منتخب مصر يسافر لأمريكا 30 من مايو ويواجه البرازيل وديا. مارسيلو يزور الأهرامات والمتحف المصري. محمد أبو تريكة يؤكد أن البطولات أهم من الفوز على الزمالك. ضياء السيد يشدد على ضرورة القتال على الدوري حتى النهاية. يؤكد أن تقييم اللاعبين يجب أن يكون على الموسم بالكامل وليس مباراة واحدة. يرى أن سيراميكا قد يحسم سباق الدوري بسبب صعوبة مواجهاته. رئيس إنبي ينفي استهداف الزمالك إعلاميا ويؤكد الحياد. يوضح أن أزمة حساب أقطاي كانت قديمة ولا تخص اللاعب حاليا. كريم رمزي يشيد بطاهر محمد طاهر ويصفه بالأفضل تكتيكيا في مصر. توقعات بمنح طاهر دورا مع المنتخب إذا استمر بنفس المستوى. الناقد محمد عراقي ينتقد تقييم اللاعبين بناء على مباراة واحدة فقط.